بكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. أنشطة الزراعة المروية بمنطقة أردى تسير بشكل جيد. شباب حلحل وحمل مالو يزورون عدد من المواقع التنموية والسياحية والتاريخية. تقديم دعم مادي لجمعية معاقي الحرب الوطنية. مشروع قرار بمجلس الأمن يدين ضم إسرائيل لأراضي فلسطينية. بوتين وأردوغان يتفقان على تحسين تنسيق التحركات في سوريا. واشنطن تنشر لأول مرة سلاحا نوويا محدود القوى. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. يقوم مزارع ضاحية أردى بمديرية مقلو بالزراعة المروية، وذلك بالاستفادة من تعاون وتدريب وزارة الزراعة. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في المديرية السيد فرزون قبر ولد أن 20 مزارعا بينهم 10 امرأة يعملون على إنتاج الخضر والفاكهة. وقال مسؤول التنمية المروية في مكتب وزارة الزراعة بإقليم القاش بركان مهندس أمانيل جرزجير أن التوعية وتقديم أدوات الزراعة ساهم في تمكين المزارعين من إحداث تغيير في نشاطهم الزراعي. وذكر المزارعون عن مزاولتهم الزراعة المطرية فقط في السابق لعدم معرفتهم بالزراعة المروية، وقد اكتسبوا حاليا الخبرة في الزراعة المروية بتشجيع ودعم خبراء الزراعة. هذا وتبعد منطقة أردى التي تقطنها 415 أسرة مسافة 20 كيلومترا من مدينة إمبارونتو. قام حوالي 120 شابا من مديريتي حلحل وحمل مالو بزيارة لبعض المواقع السياحية والتنموية والتاريخية في إقليمي شمال البحر الأحمر والإقليم الجنوبي. فقد زار أولئك الشباب في الفترة من 31 من يناير وحتى 2 من فبراير ميناء مصوع ومتحف إقليم شمال البحر الأحمر وشاطئ قرقسهم والمباني التاريخية في مصوع وسدي طغرة ومسلام، وكذا الأنشطة الزراعية الجارية حولهما. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية حلحل السيد إبراهيم آدم أن الزيارة هدفت إلى مشاهدة التطورات التي تشهدها برامج التنمية ولقاء شباب وطلاب الإقليمين لتبادل التجارب. تسهم خدمات المكتبة الرقمية في مدرسة غردات الثانوية بفعالية في رفع كفاءة الطلاب وتحسين العملية التعليمية. وأوضح المدير التنفيذي لمكتبة رورا الرقمية السيد كفلون ميكائيل أن الهدف من توفير المكتبة الرقمية للطلاب في كافة أرجاء البلاد هو لضمان استفادة الطلاب من المكتبة بشكل متساوي وخلق بيئة ملائمة لاكتساب المعرفة الشاملة وتطوير قدراتهم، داعيا الطلاب والآباء للاستفادة الجيدة من تلك الخدمات الرقمية. من جهته قال مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ قبر ميكائيل الأزار أن معدات المكتبة الرقمية في المدرسة تخلق أرضية صلبة للطلاب من أجل اكتساب المعرفة، كما تسهم في تطوير العملية التعليمية بشكل عام. تجرى أنشطة تشجير واسعة في المكاتب والمدارس والمساكن بمدينة فعبت بناء على المبادرة التي أطلقها النادي الأخضر بالمدرسة الثانوية في المدينة. وتشمل الأنشطة قرص 96 نوعا من شتول الأشجار المثمرة والأزهار. وقال مدير مدرسة فعبت الثانوية الأستاذ أحمد أبر ومسؤول النادي الأخضر الأستاذ إدريس محمد أحمد لوكالة الأنباء الإريترية إيرينا أن المشتل الذي أسسوه بأنفسهم يسهم كثيرا في إنجاح عملية التشجير. وذكر خبير التشجير في مكتب وزارة الزراعة بمديرية فعبت السيد جمال إدريس بأن إقامة المشتل هو النجاح الأكبر ويحتاج لدعم الإقليم من أجل تطويره وتوسعته. دعت الشرطة لتعزيز تعاون سكان شيخ هايتو في إنجاح المهام الشرطية. وأوضح قائد شرطة المركز الثالث في عصب الملازم كفليسوس إيساق لدى لقاء سكان شيخ هايتو أن مهام الشرطة تتمثل في إحلال السلام والأمن المجتمعي، وأن تعاون الشعب يدفع بفعالية العمل. وقال أن مهام الشرطة تتحقق بالتعاون الشعبي، وأن لقاءاتهم مع الشعب تهدف للحصول على آراء بناءة تساعد في التنفيذ الجيد لأعمالهم. من جانبها أوضحت مديرة الضاحية شيخ هايتو السيدة سلماويت رزاني بأن تنشئة الشباب على قيم وأعراف المجتمع يسهم في خفض معدلات الجريمة.
قدم المواطنون المقيمون في كندا دعما ماديا لجمعية معاقي الحرب الوطنية تمثل في الأدوات التي تفيد في تسهيل حركة الأعضاء، وستسخر هذه المعدات المقدمة بمبادرة المواطن هماني العقبي بالتعاون مع جمعية إيريكان إيبل تورنتو لصالح رعاة معاقي الحرب. وفي اللقاء الذي أجراه عضو اللجنة التنفيذية في الجمعية السيد إبراهام كفلسيون مع وكالة الأنباء الإريترية إيرينا، أشار إلى أهمية هذا الدعم المقدم مشيدا بتلك الخطوة والمبادرة الطيبة. الجدير بالذكر أن الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب ظلت تحصل على الدعم المالي والمادي من فروعها الناشطة في مختلف الدول وكذا المواطنين. قدم الإريتريون من أعضاء جمعية 20 من يونيو المقيمون في مدينة أشافنبرغ الألمانية ومجتمع الإريتريين في كورا السويسرية ومواطن مقيم في بيرن السويسرية مبالغ مالية لإعالة 11 أسرة الشهيد. وأفادت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بأن أعضاء جمعية 20 من يونيو في أشافنبرغ قدموا 2575 يورو لإضافة 4 من أسر الشهداء للأسرة 16 التي قرروا إعالتها لمدة عامين. وقدم مجتمع الإريتريين في كور مبلغ 3600 دولار أمريكي لإعالة 5 من أسر الشهداء. كما قدم مواطن مقيم في بيرن 720 دولارا أمريكيا لإعالة أسر الشهيد. وقدم مواطن آخر مبلغ 12,000 نقفة لإعالة أسر الشهيد. وتبرع أيضا أحد المواطنين ب1000 نقفة لتنمية صندوق أمانة الشهداء. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، ندد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بخطة إسرائيلية لضم مستوطنات الضفة الغربية في انتقاد لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بالمنطقة. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ستستخدم فيما يبدو حق النقض الفيتو لمنع تمرير مشروع القرار الذي وزعته تونس وأندونيسيا على أعضاء مجلس الأمن، فإنه يعكس رغم هذا نظرة بعض الأعضاء القاتمة لخطة السلام التي أعلنها ترامب الأسبوع الماضي. وقال دبلوماسيون أن المفاوضات على نص مشروع القرار ستبدأ على الأرجح هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن خطة السلام أمام مجلس الأمن الأسبوع القادم، وربما في توقيت يتزامن مع تصويت على مشروع القرار. وتعترف خطة ترامب التي هي نتاج مسعى قام به مستشاره جاريد كوشنر على مدى 3 سنوات بسلطة إسرائيل على المستوطنات، وتطالب الفلسطينيين بتلبية سلسلة صعبة من الشروط كي تكون لهم دولة عاصمتها في قرية بالضفة الغربية شرقي القدس. قال الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على اتخاذ إجراءات فورية لتحسين تنسيق تحركات البلدين في سوريا. وقال الكرملين أن بوتين وأردوغان سلط الضوء خلال مكالمة هاتفية من أردوغان على ضرورة الالتزام بالاتفاقات بين البلدين بشأن منطقة أدلب السورية، والتي تضع تصورا لزيادة التعاون من أجل تحييد المتطرفين. وذكر تقرير تركيا عن المكالمة الهاتفية في وقت سابق أن أردوغان أبلغ بوتين بأن تركيا ستستخدم حقها في الدفاع عن النفس في حال وقوع هجوم آخر على القوات التركية في سوريا. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها نشرت لأول مرة سلاحا نوويا محدود القوة في قواصة ردا على تطوير روسيا أسلحة مماثلة. وقال المسؤول الثاني في البنتاغون جون رود في بيان له: نشرت البحرية الأمريكية رأسا نوويا محدود القوة من طراز W16-2 على صاروخ باليستي يطلق من قواصة. وبناء على الموقع النووي الجديد للولايات المتحدة قبل عامين، أبلغ البنتاغون أنه سيعدل 50 رأسا نووية لخفض قوتها ونقلها في قواصات للرد على التهديد الروسي. بحسب واشنطن، تقوم موسكو بتحديث ثرسانة من 2000 سلاح نووي تكتيكي تهدد الدول الأوروبية عند حدودها، وتلتف على التزاماتها المنصوص عليها في معاهدة ستارت لنزع الأسلحة التي لا تحتسب سوى الأسلحة الاستراتيجية التي تستخدم أساسا لمفهوم الردع الذي يقوم على التدمير المتبادل المحقق. أضت فيضانات عارمة في جزيرة ساوث آيلاند بنيوزيلندا إلى نزوح آلاف الأشخاص من منازلهم، فيما علق مئات السياح في موقع ميلفورد ساوند الخلاب النائي. وأعلنت منطقة ساوث لاند حالة الطوارئ بعد تساقط أكثر من 1000 ملم من الأمطار خلال 60 ساعة، مما تسبب بزلاقات التربة على الطرق الرئيسية وفيضان أنهر عن ضفافها. وطلبت السلطات من الأهالي في المناطق المنخفضة إخلاء منازلهم فورا،
مع ارتفاع منسوب نهر ماتاورا، كما نبهت الأهالي في المناطق الأبعد باندهام للاستعداد للمقادرة. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.